ووجهت كونفدرالية نداء مستعجل إلى الحكومة عقب عقدها جلسة على عالم لمدرسة واقع حال الطبقة العمالية بمقر النقابة الكنباسة الجزائرية لمطالبة بفتح ملف الأجور والتعويضات المجمدة منذ 9 سنوات كاملة، بما يضمن إعادة التوازين لقدر الشراء، بما أكد على إنشاء المراصد الوطنية لتقاعد الشراء. وأشارت الكونفدرالية النقابة الجزائرية إلى أنها ملزمة أمام خطوط الوضع الاجتماعي الراهنة التي تعيشها الطبقة الشغلية إلى الجزائر بتحميل مسؤوليتها النقابة وأخلاق المتصدى لهذا الوضع غير المقبول عبر كل أشكال الاحتجاج القانونية والسلمية، لحمل الحكومة على اتخاذ قرارات مناسبة وسرعة للتحسين من قدر الشراء للعمال والمضمونين، فيما عدت إلى التجنيد التام ورص الصفوف استعادة للمساحات في رد الاعتبار للطبقة العاملة وتوزيع الحياة الكريمة للموظفين في جميع القطاعين.